صل على الحبيب. قلبك يطيب. فالصلاة على الحبيب مسك وطيب. الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب. الصلاة على الحبيب شفاء بلا طبيب. بالصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب. ومن صلى على الحبيب أبدا لن يخيب. وإذا ما ضقت بالعيش الكئيب فبادر بالصلاة على الحبيب. فما صلى الحزين عليه إلا أتاه الفرج القريب. فسمعون الصلاة على الحبيب. الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بص يا بنات، النهارده يعني روتين كده خفيف وظريف، وفي نفس الوقت هنعمل حاجه يعني عشان الامتحانات والولاد وكده. فانتوا عارفين ان طول ما هم في الامتحانات بنعمل لهم الحاجه اللي هم بيحبوا ياكلوها، عشان محدش يقول لا ده مش عاجبني، لا ده مش عايزني. يعني هم طلبوا ايه؟ عايزين حواوشي. تمام. فكده بنوتي عملت سريرها، فدت يعني صورتها لقطة صغيرة كده بس عشان هي مش بتحب، يعني مش بتحب التصوير يعني، ومش بتحب تطلع في التصوير. تمام. وكده هي خلصت اوضتها، وانا كده دخلت على اوضتي، غيرت السرير اهو، غيرت فرشة السرير معاكم بس. وهنلف لفة كده في الاوض كلها على الخفيف. يعني انتوا عارفين ان انا شايله السجاد لسه قريب معاكم ومسحه ومظبطه الدنيا وكده، فهيبقى روتين خفيف كده. بس غيرت السراير وهمشي المكنسه كده بس على السجاد وخلاص. تمام. التصوير ده كان امبارح، فلقيت الشمس يعني طالعه كده، فما سبتش البطاطين كتير لان يدوبك طلعتهم اتهووا وتشمسوا كده، يعني ما كملوش ساعه على البلكونه ودخلتهم على طول، لان فجاه لقيت الدنيا غيمت وكده يعني. تمام. التصوير ده كان امبارح، الفيديو ده كان متصور امبارح، فالنهارده يعني الجو مغيم خالص، فالحمد لله رب العالمين. كده بعمل معاكم السجاد اهو، وبس هخلص الريسبشن بس معاكم وهدخل باقي على المطبخ. تمام. فاحنا شغالين كده عايزه اخد رايكم في حاجه، او اقول لكم على حاجه انا بعملها، واتمنى يعني ان كلكم ان شاء الله تعملوها عشان كلكم تستفادوا وتاخدوا الاجر. تمام. بص يا بنات، هو انا المفروض كنت قلت لكم كده من اول رجب، بس انا يعني عملت الفكرة مع نفسي ويعني لسه امبارح جاي في بالي ان انا يعني اعرفكم. تمام. بصي، من يعني احنا خلاص يعتبر في اوائل رجب اهو. لو كل يوم عملتي برطمان او علبة او كيسة حتى او اي حاجة، وحطيتي فيها كل يوم 5 جنيه، تمام، جنب طلبات بيتك طبعا وجنب مصروف بيتك وكده، حطي على قد ما تقدري في البرطمان ده. هتيجي على اول رمضان هيبقى معاكي مبلغ كويس، يعني حوالي 300 جنيه ازيد اقل على قد ما يطلع. واعملي شنطة كده، حطي فيها وركين، كيلو بطاطس، كيلو طماطم، كيس سمنة صغير، ازازة زيت صغيرة، اي حاجة يعني تبسطي بيها اسرة فقيرة. تمام. والله بتفرق يا بنات معاهم، وهتفرق معاكي كمان، يعني هتفرق معاكي في الراحة اللي انت هتحسيها وانت مثلا بتساعدي حد. يعني ممكن ان هو وهو صايم يفطر على حاجة بسيطة، لا انت هتخليه هيفطر على حاجة كويسة، هتجيبي له فراخ، هتجيبي ورك وركين، هتجيبي 3 وراك قصدي. فاهماني؟ فهتبقى حاجة بسيطة وفي نفس الوقت هتفرحي بيها غيرك. وعايزاكم يا ريت كلكم يا بنات تتكلموا، يعني كل اللي هيسمع المقطع ده يتكلم عنده في القناة عن الموضوع دوت، عشان خاطر كل الناس تستفاد، وكلنا يعني نساعد بعض ونعين بعض على كده. انا كنت قبل كده يعني ما كانش بيجي في بالي ان انا احوش وكده واعمل شنطة، فكان اللي ربنا بيقسم بيه موجود عندي في بيتي وشايفة ان ممكن اطلع منه، كنت بعمل كده. بقالي سنين على كده، والحمد لله ربنا بيرضيني واللي بطلعه يعني الحمد لله ربنا بيرضيني وبيبارك لي في اللي عندي وبزيادة كمان. تمام. وبعدين ربنا بيقول اللهم اعطي ممسكا خلفا واعطي ممسكا تلفا. فانت كل ما تطلعي وتراضي غيرك، ربنا بيعوض عليكي وبيديكي. فاهميني؟ و... وكمان عايزه اقول لكم ان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انا اقسم بالله يعني انا بقول الكلام ده لان انا الحاجات دي حصلت معايا فعلا. يعني انا كان في موقف حاصل معايا وكنت في ضيقه فعلا، فكان عندي حاجه في البيت، يعني هي كان وقتها كانت غاليه،
يعني حاجة في البيت من يعني من خزين البيت وكده، كان في الوقت ده غالية وما كانتش موجودة وكده، اتحديت نفسي وطلعت منها جزء لله. والله المشكلة اللي انا كنت فيها ما بقاش ليها اي اساس اصلا، لان انا طلعت بنية ان ربنا يفك يعني يفك الضيقة اللي انا كنت فيها، فاهمين؟ يعني ما يعني مش عارفة اقول لكم ايه، بس ما تستهونوش بالكلام ده، وعلى قد ما على قد ما تقدري طلعي من اللي عندك، وربنا هيعوض عليكي بالاحسن ان شاء الله. تمام. وفكرة ان انتي تحوشي من دلوقتي دي لحد اول رمضان فكرة كويسة. السنة اللي فاتت عملت الاطباق اللي هي الفل دي، انصص كده، عملتها تمر، اللي هو التمر الرطب ده، جبت علبة كبيرة وقسمتها. بس انا كنت يعني لسه جديدة معاكم بصراحة يا بنات، فما كنتش اصلا لسه بطلع بصوتي في اول التصوير، فما كنتش بعرف يعني اوصل لكم كل الحاجات اللي انا عايزة اقولها لكم دي. فكل واحدة على قد ما تقدر بقى تجاهد نفسها، وعشان ندخل على رمضان كده يعني مستعدين بقى بالطاعات، مستعدين بكل الكلام الجميل ده. تمام يا بنات. وجنب طبعا الصدقات والحاجات اللي انا بقول لكم نعملها مع بعض دي ان شاء الله، يعني فضي قلبك بقى من اي حاجة، وخليكي كده مع ربنا، اعملي لنفسك ورد كده كل يوم على اساس انك تدخلي على رمضان تكوني مهيئة نفسك للعبادة، فهماني؟ يعني ما تبقيش طول السنة ما فيش يعني اي حاجة غير يا دوبك بس بتصلي وخلاص، لا، جهدي نفسك بقى واعملي ورد ليكي، اذكارك خدي بالك منها، الذكر، يعني تعملي لنفسك ذكر كده كل يوم، هتبقي داخلة يعني على رمضان زي ما بيقولوا كده متدربة. فيلا الحمد لله، ربنا يجازينا خير كلنا ان شاء الله، ويجعل ايامنا كلها خير وبركة. و... وبس يا بنات، بصوا انا كده خلصت معاكم بقى الروتين، خلصت بره، كنست بره وخلصت المطبخ اهو. بصوا بقى، انا هنا كان معايا كيلو دقيق، طبعا عشان عامله معاكم الحواوشي قبل كده كتير فما حبيتش اصور من الاول. معايا هنا كيلو دقيق، حطيت عليه معلقه ملح ومعلقه سكر وظرف خميره وعجنتهم كده، وفي الاخر خالص حطيت شويه زيت بس وعجنت تاني بشوية الزيت. العجينة بجد كانت تحفة وطرية وناعمة، وكان طعم الحواوشي خطير بجد يا بنات، يعني مش يعني ما فيهوش اي تعقيد ولا مجهود ولا اي حاجة. ومش شرط كل مرة تعملي التتبيلة وتنزلي تحت عند الراجل يعملها لك، بيبقى مكلفة وفي نفس الوقت مش هتكوني مظبطاه زي ما تكوني عاملاه في البيت، فاهماني؟ فيلا كده يا بنات، بص عملته كده كور او قرصته زي ما تحبوا تقولوا، بس انتوا عارفين ان انا بعمله يعني نص، بعمله انصاص، ما بعملش اللي هو الاتنين فوق بعض. هعمل معاكم النهارده كده وكده، بس الاسهل يعني بالنسبه لي ان انا بعمل الرغيف كده بفرده وبقفله على انه نص رغيف. تمام يا بنات، كده عملت كل الكميه، هغطيها برضو بكيس بلاستيك عشان خاطر ما تنشفش مني، وهحط عليها برضو فوطه. تمام. بس معايا هنا بقى الحشوه، معايا بصلايه كبيره، فرمتها اهو، بصلايه كبيره بشويه خضره، وبشرت عليهم حته ليا صغيره اللي هي البيضه اللي على الوش دي، وقرن فلفل فرموه برضو مع البصلايه. ومعايا هنا حوالي نص لحمه، برضو الراجل حطلي معاها نسبه دهن كده فرمها لي معاها بس. والبهارات بتاعتي ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وشويه بهارات. عندك بقى بهارات حواوشي وحابه تحطي ماشي. ومعايا جوز الطيب بس بشرت بشره صغيره. تمام. في كيس بيبقى كيس بهارات حواوشي كده برضو، لو حابة تجيبيه، انا بس ما كانش متوفر عندي الوقت ان انزل اجيبه وما كانش عندي، فعملت كده زي ما بعمله كل مرة. تمام. وكورت اللحمة كده، انتوا عارفين ان انا هعمله نص رغيف، فحتة اللحمة اللي بكورها دي يعني بتبقى ملياه كله، بيبقى تمام وزي الفل. ماشي يا بنات، كده عملت الكمية كلها اهي. يلا بقى نفرد مع بعض كده. العجينة برضو كنت سايباها ارتفعت برضو اكتر،
بتبقى سهل معايا في الفرد، وهو كده كده العجينة كانت ناعمة وطرية، فما اخدتش معايا اي وقت. كده شغالة وفي نفس الوقت مولعة الفرن في الوقت ده بيسخن، فيا دوبك بس برص في الصينية كده وبحط عبال ما الصينية تكون استوت. بكون عملت الصينية التانية. بولع الفرن بيكون متوسط من تحت عشان خاطر ده عجين يا بنات، لازم ياخد راحته في السوا ونتأكد انه استوى كويس. بولع من تحت ومن فوق، وبسيبه بس من تحت كده 10 دقايق، وبحطه بس تحت الشواية برضو بياخد لون، واتأكد انه استوى كويس. بصوا يا بنات، انا ما برتاحش اعمل غير بالماسورة دي، يعني ارتحت مرتاحة فيها يعني كده. التانية اللي بايدين دي لما بعرفش اعمل بيها خالص. اهو يا بنات ما اخدش معايا اي وقت. حابة بقى تفتحي فتحة من النص كده عشان خاطر يعني ما ينتفخش معاكي. تمام. حابة بالشوكة برضو كده تديله كده بالشوكة نغزة صغيرة، برضو تمام. بس حبايبي دوت عملته معاكم. لا ده برضو نص، كنت بحسب يعني عاملاه معاكم طبقتين فوق بعض، هعمل معاكم برضو واحد طبقتين فوق بعض. تمام. اهو يا حبايبي دوت كده فردته كده، دي كانت اخر صينية كده، خلصت كله حطيته، ودي كانت اخر صينية. بصوا عملته برضو دوت طبقتين فوق بعض كده، بس والله عشان ولادي متعودين على التاني، يعني بياخدوه كده على بعضه، ما حدش حب ياكل من ده. فخلاص كده يا بنات. كنت عملت سلطة الطحينة وحمرت بطاطس، وادي المخلل اللي كنت عاملاه معاكم، وقطعت طماطم كده ورشيت عليها كمون. كنت بحط جنب الاكله دي جرجير بس مش عندي النهارده، والولاد نزلوا جابوا حاجه ساقعه، والحمد لله على كده. ما تنسينيش بقى قلب اختك بلايك واشتراك. باي باي.